حلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايه لكم فيديو جديد، بس قبل ما نبدا الفيديو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. يلا بينا نبدا بقى الفيديو. بس لو انت لسه ما اشتركتيش في القناه اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وما تنسينيش بقى باللايك الجميل بتاعك. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. زي ما انتوا شفتوا اول حاجه كده دخلنا على المطبخ. روتين النهارده كده هيكون في المطبخ بقى. فعايزه اقول لكم ان انا كنت داخله بقى عشان احضر الغدا وكده. قلت بقى ايه اول حاجه كده مش هينفع ان انا احضر بقى كده الاكل والبوتاجاز كده متبهدل. فقلت بقى اغسل معاكم البوتاجاز زي ما انتم شايفين كده. تشجيع كده، عايزاكي بقى كده تشجعي كده وتقومي برضو تخلصي كده اللي وراكي. لو انت لسه ما عملتيش اكلك تقومي تخلصي اكلك وتخلصي حاجتك، وتخلي كده شقتك فله شمعة منوره، مخلصه اكلك مخلصه حاجتك. الله يا جماعه، الاحساس بيبقى احساس كده طيران، عارفين اللي هي الطايره؟ انت تحسي كده نفسك طايره كده، طايره كانك عملتي اعجاز معجزه. بصوا والله يا جماعه هقول لكم على حاجه. مش معنى ان احنا بنعمل الحاجه دي او بنحس ان، يعني مثلا تلاقي الستات كلها كده عموما تقولك ايه، والله ده انا ورايا وورايا وورايا وهم فوق دماغي هم مش عارفه. احنا بنعمل الحاجه دي بحب وكل حاجه، بس يمكن تكون عشان الحاجه دي احنا بنعملها كل يوم، فطبيعي نحس ان احنا خلاص احنا تعبنا احنا زهقنا احنا عايزين حاجه جديده. فاحنا بقى اللي في ايدينا ان احنا نجدد ونغير ونعمل كل الكلام ده كله. فوالله انا الفتره دي بفكر في افكار كده، ان احنا كستات بيوت ازاي نجدد ونغير من مودنا في البيت. لان انا حرفيا بجد الفتره دي اللي هو منهاره المود وحش، المود وحش يا جدعان. المود وحش، اعيط ولا ابكي ولا اعمل ايه؟ بجد مش عايزه اخرج لكم بطاقه سلبيه، بس عايزه اقول لكم ان بجد لو في ايدك تغيير في حياتك وقادره ان انت تغيريه غيريه فورا. غيري عشان يمكن الوقت ده انت قادره تغيري شويه كده. ما تعرفيش ايه اللي يتغير في حياتك وتلاقي نفسك الوقت عدى بيكي من غير ما تعملي اي حاجه. فده بس النصيحه اللي انا حبيت ان انا اقولها لك. قادره تعملي حاجه وتغيري في حياتك غيريها وعيشي كده بسلاسه، بهدوء، براحه بال، علشان آه تستمتعي بحياتك. تستمتعي بحياتك مع عيالك وبيتك وجوزك. ما تخليش الدنيا تاخدك في دواره الشغل لو انتي واحده بتشتغلي، والبيت والكلام ده كله. ما تخليش الدنيا تنسيكي نفسك، يعني ما تخليش مسؤولياتك بتاعت بيتك وحياتك. طبيعي المسؤوليات دي علينا واحنا هنعملها، بس بجد نصيحتي ليكي بلاش ندي كل حاجة 10 من 10. لان صدقيني لو اديتي لعيالك 10 من 10، بيتك 10 من 10، جوزك 10 من 10، هتدي لنفسك صفر. صفر. ولو اديتي لبيتك واولادك 10 من 10، هتدي لجوزك 8 7. فطبيعي هتأثري في حاجة. فخلينا احنا في الوسط، ندي 5 5 5 5 6 6 6 في الوسط. بلاش ان احنا ندي، يعني ما تزعلوش مني يا جماعة، بلاش نطلع كل طاقتنا مع الاولاد، نطلع كل طاقتنا في بيتنا، نطلع كل طاقتنا في شغلنا. لا، ما احنا ندي لكل حاجة حبة حبة حبة، علشان نلاقي في الاخر احنا نفس نتنفسه. انت لو اديتي فضلتي تدي 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 لكل دول مع احنا كستات بيوت عندنا التزامات كتير. زي مثلا لو انت واحده شغاله فانت عندك التزامك في شغلك، التزامك في بيتك، التزامك مع اولادك، التزامك مع جوزك، التزامك في نفسك عشان خاطر كل ده يطلع كويس. فهتدي كل ده ازاي؟ ولو انت مش شغاله برضو نفس الحكايه مع الاولاد. ما شاء الله لو انت مثلا ربنا رزقك باولاد كتير، هتدي طاقه لدوت وطاقه لدوت وطاقه لدوت. فكل دوت ما تخلوش يأثر على حبك لنفسك، حبك لذاتك. ان انت تعرفي تحققي حاجه لنفسك، ان انت تعرفي هقولك ان انت تعرفي تبسطي نفسك باقل حاجه، تهتمي بنفسك. فما تخلينوش يا جماعه شغل البيت والحاجات دي كلها يلهينا عن حاجات كتير احنا عاملين عنها. عايزه اقولك على حاجه، ان انا بقول الكلام ده لنفسي اولا، انا بقوله زي ما انا اهو، يعني بكلم نفسي وبقوله لك انت كمان. يمكن لعل وعسى يعجبك كلامي. فحبيت اقول بس الكلمتين دول، لاني حرفيا كده بلاقي الايام دي الناس بالذات الستات، يعني يا جماعه الدنيا واخداهم. اللي بتشتغل الدنيا واخداها في شغلها، اللي في البيت الدنيا واخداها في بيتها مع عيالها، وناسيه بقى نفسها، ناسيه جوزها، ناسيه كل الكلام ده كله. احنا غصب عننا الوقت
يمكن دلوقتي ما بقاش فيه بركة في الوقت. حاولي كده تمشي يومك، تصحي كده تصلي. يعني فعلا دايما اسمع الكلمة دي او اقراها كتير، كلنا عارفينها، البركة في البكور. والله العظيم يا جماعة، لو اتعودتوا تصحوا بدري وتخلصوا كل اللي وراكوا الصبح، هتلاقي حياتك اتغيرت. دي انا بجد شفتها وجربتها. بس مشكلتنا ان احنا ما بنعرفش نمشي عليها. انا واحدة من الناس جوزي بيرجع متأخر، فهنام امتى وهصحى امتى فطبيعي بضطر ان انا اصحى مثلا الساعة 1 الساعة 12 الكلام ده كله. مفيش بركة، مفيش بكور اصلا. فطبعا دوت بيبقى مخليني منزعجة جدا من نفسي، وافضل اقعد الوم نفسي وابقى متضايقة. ويا بقى يا لو واحدة فيكم زيي بقى. عايزة اقول لكم ان انا بلوم نفسي على اقل حاجة. التفاهات، عارفين التفاهات، انا بلوم نفسي على التفاهات. والله يا جماعة لو سرحت شعري كده يعني جبته بس يمين شوية ووديتها الحضانة، الاقي نفسي بلوم نفسي. معقدة ولا ايه؟ مش فاهمة، انا مش فاهمة انا معقدة نفسي ولا ايه. بس والله يا جماعة بحاول على قد ما اقدر ان انا يعني اللي هو ايه، آه ما اهتمش قوي بالمواضيع دي، واهتم بس بالحاجة اللي فعلا تستحق ان هي تاخد وقتي في التفكير. لان التفكير بيرهقني جسديا وعصبيا ونفسيا وعينيا. ليه ازاي عينيا؟ لان هو بحس ان من كتر ما انا بفكر بحس ان التفكير بيأثر على عيني. المهم مش عايزه الكلام ياخدنا، لان انا بحب احكي معاكم كتير وبحب اتكلم معاكم كتير في حاجات كده تخصني وحاجات تخصكم، وعايزين نفتح مواضيع كده تخص كل السيدات عامه. بس برضو مش عايزين نخرج عن محتوى الفيديو اللي هو دلوقتي كده زي ما انتوا شفتوا. رتبت معاكم، نضفت كده البوتاجاز، عملت بقى الرز، كان في كمان كوسه. برضو جبت بقى كده البوله الصغيره دي زي ما انتم شايفين. قطعت كده الكوسه، قطعت بقى البصلايه، حطيت فيها فص ثوم، نزلت عليها كده بايه قولوا معايا، بالصلصه. وكده كمان كانت الكوسه جاهزه معايا. يبقى احنا هنا كده جاهز معانا الكوسه وجاهز معانا كمان الرز. مقادير الرز عشان اللي اول مره يشوفني، انا بعمل الرز بمعلقه زيت، معلقتين سمنه، او الكميات متساويه عادي براحتك. تمام. وبنزل كده بقى بالشعريه، الشعريه تتحمر، هحط عليها الرز واحط عليها الميه والملح، وكان كده الرز خلص معايا. بس هقولك نقطه بسيطه، حاولي تزودي الميه شويه، لان الرز الايام دي ما بقاش يعني مش بياخد، يعني مش بياخد السوا بتاعه، بيبقى قليل. فحاولي ان انتي الرز يعني تزودي له بس ميه شويه. حطيت كمان حله فيها ميه علشان اسلق بقى اللحمه كمان. قلت بقى هي ان هي تغلي، فحطيتها. قلت بقى عقبال لما الميه تغلي الم بقى كده المطبخ كده من حواليا. ابتديت ان انا الم بقى الرخامه، وهجيب بقى كده كيس معايا. هنا كان ماما كانت جاتلي عشان تطمن على كندا، على اني كندا الايام دي يا جماعه معايا تعبانه. تمام. فكانت جايبه لها بقى وجبه كده من المحل عندنا. آه، فراخ اللي هي الكريسبي دي. جابتها يعني. فبقى كده اللي كلناه والباقي بقى رميناه، وخدنا بقى ايه الطبق يعني، علشان انا بحب احتفظ بالاطباق دي. نزلت بقى كده على الرخامه زي ما انتم شايفين، ابتديت ان انا امسحها كده علشان عايزه بقى الرخامه تبقى نظيفه ما فيهاش اي حاجه، وعايزه كده الدنيا من حواليا تبقى نظيفه. يعني لو انا واقفه بعمل الاكل فمش عايزه كركبه حواليا. حبيت كده بقى ان انا اخلص. عايزه اقول لكم اصلا انا كنت راجعه من شغل اليوم دوت، فاللي هو عايزه ايه، الحق اخلص الاكل قبل ما كندا بقى تيجي من الحضانه وكده. فعايزه الحق اخلص لها الاكل. فكنت اليوم ده اللي هو واقفه بصور لكم، بجد تعبانه، راجعه من الشغل تعبانه، رجلي وجعاني مش قادره. بس برضو اخترت ان انا اخلص، واخترت ان انا ما هدرش الوقت معايا، لان فعلا لما الوقت بيتهدر معايا بلاقي نفسي تهت. عارفين اللي تاهت ومش عارفه تعمل ايه؟ لان انا لو انا جيت من شغلي، باجي مثلا من شغلي الساعه 2، هصلي، هقعد مثلا هاكل لقمه. طبعا كندا بترجع من الحضانه الساعه مثلا 4 4:30 على حسب لما بترجع. فلو انا مثلا نمت شويه مثلا، او مثلا عبال ما صليت وقعدت ومش عارفه ايه، هوب الاقي كندا جت. فالاقي نفسي اليوم جري مني، يا دوبك برضو اكل كندا وانيمها. طبعا كندا بتبقى عايزه تنام وانا خلاص ببقى فصلت، فننام مثلا الساعه 5 المغرب.
بنصحى مثلا 7 8 9 مثلا بالكتير، طبعا رايحين بقى في النوم، الناس تعبانه. هصحى من النوم هاكل كنده، طبعا تاني صحت من النوم هتاكل وهتقعد بقى تكتب واجبها، هذاكر لها وتكتب واجبها وكده. طب بعد ما بتخلص الواجب هقوم بقى ان انا اخلص، يعني عقبال ما كده اخلص الواجب. وعندي بقى مشكله يا جماعه، عندي مشكله ان انا النور عندي بيقطع من 8 ل 10، اللي هو يا نهار ابيض، خدت لي نص اليوم. نص اليوم ايه ده، انت ضربت لي اليوم. يعني لو اصلا انا لو صحيت الساعه 8 فالنور يعني لو صحيت الساعه 8 مثلا، فمن 8 ل 10 دي انا ممكن اخلص فيهم حاجات يعني. فاللي هو اليوم عندي مضروب يعني. فلو ما ظبطتش وقتي كده وخلصت الحاجه بدري بدري، اليوم هيتضرب مني. فانا حاولت على قد ما اقدر الملم كده حواليا، لملمت كده بقى كده البوتاجات، وقلت ايه هي الشقه اصلا نظيفه، فلا خلينا نعمل الحاجه اللي هي يعني ايه اللي هتاخد مننا وقت. لقيت اللي هياخد مني وقت واللي انا فعلا محتاجه ان هو يتعمل طبعا الاكل، عشان خاطر كريم يجي يلاقي فيه اكل. وبعد كده خلاص يعني اي حاجه في الشقه هتتعمل بسهوله يعني. بس الاكل والمطبخ هما دول بحس ان هما لازم يشطبوا اولا، يعني تشطيب المطبخ والاكل ده اولا مفيهوش كلام. فحاولت ان انا اشطب كده على طول المطبخ زي ما انتم شايفين. لميت كل حاجه ومسكت طبعا زي ما انتم شفتوا كده في الفيديو الملوخيه كده كمان، لما انا عملتها في كيس كده وخرطتها برضو حطيتها على جنب ورحت ايه دخلت كده على الرخامه التانية من المطبخ. ابتديت برضو ان انا امسحها كده كويس جدا وما يبقاش فيها اي حاجه. وكان زي ما انتم شايفين الله يا جماعه النظافه حلوه قوي ما فيهاش كلام. متاسفه جدا يا جدعان، والله لازم احس ان انا عندي كحه كده، لما بتكلم كتير بتجيلي كحه. بس بيني وبينكم لو فصلت الفيديو وكده فاللي هو ايه، انا اصلا مندمجه من اول فيديو كده تلاقيني مندمجه ماسكه المايك كلام مش قادره اقول لكم. مع اني والله قبل ما اسجل الفيديو، مع ان الفيديو ده هينزل لكم متاخر بسبب ان انا اتاخرت في تسجيله، اللي هو مكسله ان انا اقوم اتكلم، اللي هو ايه طب انا هخرج اقول لهم ايه، طب انا مش عارفه اتكلم في ايه. بس تحس ان انا بمجرد ما بمسك بقى المايك الكلام بيجي كده مش قادره اقول لكم. من حبي فيكم والله بحبكم قوي 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 قوي. وبالذات بقى الناس الجديده اللي دخلت عندي دول، اللي هو ايه خدتوا قلبي والله خدتوا قلبي. لان اليومين اللي فاتوا دول ما شاء الله ما شاء الله مش عايزه احسد نفسي، ناس كتير دخلت لي يعني. نورتوني وشرفتوني وكترتوني، وان شاء الله نبقى لها كبيره 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 كبيره. وفي يوم من الايام والله يا جماعه، يوم لما قناتي دي تكبر مش قادره اقول لكم انا هعمل ايه. لازم كل حبايبي كده اتجمع معاهم واشوفهم، هبوسكوا كلكم هبوسكوا، مش قادره اقول لكم هعمل لكم ايه. المهم كده زي ما انت شفت خلصنا بقى، حطينا اللحمه بتاعتنا وقلبنا بقى كده. لا لسه ما حطيناش اللحمه، احنا قلبنا الرز. قلبنا كده بقى الرز وقلنا بقى ايه ندخل كده بقى على المطبخ. لا حطينا اللحمه على فكره، احنا كده حطينا اللحمه. الكلام خدني وانا مش باصه كمان على الموبايل، ايه اللي انا فيه ده. المهم لميت بقى كده من على الرخامه اسمه ده. لميت من على الرخامه ايه يا جدعان اسمه استنوا. رميت من على البتاع بتاعت الميه دي اسمها ايه، الصفايه الاطباق كده، المصفى. لميت بقى كده الكوبايات والحاجه، كل حاجه بقى رجعتها مكانها، المعلقه رجعتها مكانها، البرك رجعتها مكانها، علشان الدنيا تبقى معايا اللي هو ايه تستقبل مواعين جديده، تعرف الصفايه تستقبل مواعين جديده. فرجعت بقى كل حاجه مكانها. وحسيت اصلا يا جماعه ان الحوض عامل لي خدعه. يعني في اللحظه دي حسيت ان في خدعه بتحصل لي. ايه هي بقى الخدعه اللي بتحصل لي؟ ان انا الحوض اصلا ما فيهوش مواعين كتير، ولكن الصواني دي عامله ازمه. فقلت لا تعالوا لي بقى اخلص منكم كده الاول، وبعد كده اشوف بقى ايه الكوبايات والحاجات الحلوه دي اللي هتتغسل. فابتديت ان انا اغسل الصواني، وبعد كده هبتدي بقى اغسل بقى بقيه المواعين، لان هي فعلا بصوا واخده اماكن كتير. شوفوني بقى ركزوا معايا دلوقتي لما اغسل الصواني واحطها بقى ارجعها اماكنها، هتلاقوا الدنيا بقى هديت، يعني مش هتلاقوا الكركبه الكتير اللي كانت بتحصل. فزي ما انا قلت لك كده في اول الفيديو، اتشجعي وقومي خلصي كده اللي وراكي، ما تخليش اليوم يجري بيكي، اجري انت باليوم، اجري انت بيه وخلصي كل الحاجه اللي انت عايزه تعمليها. الفتره دي بقيت احس ان انا لو كتبت بورقه وقلم الدنيا هتظبط معايا اكتر. انا بصراحه الفتره دي بظبط الحاجه في دماغي، بس حاسه ان انا لو شجعت بورقه وقلم وكتبت خططت كده يومي هيحصل فيه ايه، حاسه ان هو هيشجعني اكتر. ان انا مثلا اشوف الوان معينه وانا بكتب بيها هتشجع اكتر. ان انت تبقي عندك مزاج ان انت تشربي حاجه مشروب انت بتحبيه هيشجعك ويخليكي تقومي تعملي اللي وراكي.
شجعي نفسك بنفسك، ما تستنيش حد يشجعك. لو هتستني حد يشجعك فهي فيديوهاتي يا جماعه هي اللي هتشجعكم. طبعا فيديوهات اي حد انتوا هتتفرجوا عليها، الناس اللي انتوا بتحبوها طبعا. بس هنا بحب بس ان انا اهزر معاكم شويه. بصوا يا جماعه، زي ما انا اتكلمت قبل كده في فيديو قبل كده وقلت انا على طبيعتي، يمكن بس بتكلم تاني علشان خاطر الناس اللي اول مره يبقوا داخلين عندي القناه. بحب اتكلم على طبيعتي، ما احبش ان انا اتجمل خالص. اللي بيطلع مني بقوله لكم. احنا كده قاعدين قاعده اللي هو ايه، قاعده كده يعني، لو بوريكم ايه اللي انا عملته في يومي وبشجعكم وبخليكي ان انتي تقومي تشوفي انا هعمل ايه. ممكن تشوفي طريقه الكوسه بتاعتي طريقه جديده. يعني مع اختلاف الطرق ممكن تستفادي مني لو حاجه بسيطه. فبس يعني طبعا في ناس هنا هتقول عليا رغاية. لا والله مش رغاية، بس انا بحب ان انا اتكلم معاكم يعني. بحس زي ما انا قلت اول ما بمسك المايك بفتح، ما بعرفش افصل يعني. وبما ان دي فقرة المواعين، فعايزة اقول لكم ان الفترة الجاية دي ان شاء الله حسيت ان احنا لو احنا بنغسل بقى كده المواعين واحنا كده بنبدأ الفيديو حكينا وخليناها حكاوي، تمام. هتبقى حلوه يعني، حاسه ان الفيديو كده هيبقى لطيف وحلو. فاللي هو احكي لكم موقف حصل معايا، احكي لكم موقف حصل مع كندا، نتكلم كده مع بعضينا. بس اتمنى ان انتوا تردوا عليا في الكومنتات يعني. بزعل جدا يا جدعان، بحيث ان انا اللي هو ايه ده، هو انا بكلم نفسي والله اللي انزل لكم فيديو الكندا وهي بتقول لكم هم ما بيردوش ليه. هما بيرد يعني، هي بتسجل لكم وبتقول لكم هما ما بيردوش ليه يا ماما، هما ما بيردوش ليه. قلت لك انت هما شايفينك بس هيرد عليكي في الكومنتات يعني. فهي نفس الحكايه وانتم ما بتردوش ليه يعني، انا بقول لكم زيها هلا. ردوا عليا لو سمحت، ردوا عليا، اتكلموا معايا. بس كده يا جماعه، عايزه اقول لكم ان الفيديو بتاعنا النهارده كان لطيف وخفيف على القلب. كان هو كده بقى فيديو في المطبخ كده، عملنا مع بعض الاكل. وزي ما انتم شايفين والله كان نفسي ان انا اعمل طاجن لحمه. يعني اللحمه كنت نفسي ان انا اعملها في طاجن، بس بصراحه الوقت ما حالفنيش. وعايزه اقول لكم كمان ان انا ادعوا لي الكنده، عشان كنده يا جماعه تعبانه معايا جدا جدا بجد. البنت ما بتعملش حاجه، ان هي بتصحى من النوم تنام، بتصحى من النوم تنام. فانا مش عارفه اعمل ايه والله. رحت بيها للدكتور وكشفت عليها، كان كل الكلام اللي هي عندها دور برد، عندها احتقان في الزور، مش عارفه ايه. بس انا حاسه ان الموضوع اكبر من كده يعني. اتمنى ان هي ما تبقاش كده. عايزه اقول لكم كمان خلوا بالكم من اطفالكم، علشان خاطر الوضع الايام دي صعب شويه في الجو ولا في ايه مش عارفه. انا لما باجي اكشف لكندا انا ببقى رقم 173. عارفين يعني ايه 173؟ يعني ايه 173 دي؟ انا مش فاهماها. يعني 173 طفل بيكشفوا. عايزه اقول لكم ان هنا بقى لما حضرت بقى الاكل، معلش طبعا حطيت الاكل على الارض. فهنا طبعا الكوسه بعد ما خرجت من الفرن. فيديو النهارده خلص، اتمنى الفيديو يكون عجبك واستنيني فيديو جديد.